يعني وصلنا البطاطا 240 ريال، مطيشه هي 12 درهم 12 13. البصله فوق 10 دراهم. واللي تنشتغلوا به وكنعيشوا به في بلادنا هو الفلاحه. فكيف يعقل ان مطيشه في بلادنا غاليه؟ علاش؟ واللي كيزيد يكمل علينا هو ان حنا جالسين كنتحرقوا في هذا الشيء هذا، والحكومه ولا يخرج شي واحد يبرد علينا ولا يخرج شي واحد يشرح لنا. قلت انا والله تنمشي للسوق نمشي نشوف هذه الخضره بصح. علاش ما كنتيش كتقدا قبل؟ لا كنتقدا، ولكن ماشي بداك النيه ديال التفلي. ملي كتعطي لواحد 50 درهم ولا 100 درهم دير لي 2 كيلو د البطاطا، دير لي 2 كيلو ديال البصله، دير لي المطيشه، هذاك الخماسي حبيب المغاربه، بصله بطاطا دنجال فلفله شنو اخر؟ مطيشه هادو خمسه اللي ما يمكنلكش تستغنى عليهم. ما كتبقاش تفلي كل حاجه بشحال، كيرد لك الصرف كتوكل على الله وكان كيرجع لك الصرف. دابا ما كاينش الصرف، ما كاينش الصرف ولاحظت بينا ما كاينش اقبال زعما بالكبير. الناس كيسولوا اكثر من اللي كيشريو. هادشي في الخضره عباد الله. يعني وصلنا البطاطا 240 ريال، حتى هي 12 درهم 12 13. نعم. وبطاطا 8 دراهم 7 دراهم 9 دراهم. البصله فوق 10 دراهم. ملي تمشي دابا انا تنشوف استاذ ديال التعليم الابتدائي والاجر ديالو، كنشوف الشرطي والاجر ديالو، كنشوف يعني موظفين اللي عندهم واحد الاجر محدود، وكنشوف بعض الفئات ايضا الامن الخاص اللي كيشد 1500 درهم وكيخدم 12 ساعه وعنده 3 ديال الافراد في البيت ديالو ولا 4، يمكن تمو جالسه معاه وكيدابز مع الزمان. هذوك اللي كيديروا التسليم الاكلات السريعه بالدراجات الناريه ديالهم يسهروا على التسليم، مناديب التوصيل، ولا كيقضيو الاغراض ديال الناس بداك الدرجات ديالهم بداك السرعه، وكيعرضوا راسهم للخطر ويعرضوا ناس اخرين للخطر. علاش؟ حيت كيقلبوا تاهما على الربح السريع. يعني كل ما دار السرعه كل ما غادي يدير تسليم اول وتسليم ثاني، عمليه اولى وثانيه وثالثه، وغيكون الدخل ديالو اهم. المهم هادشي كله باش يواجه هاد الغلاء. ولكن ما فهمتش علاش الا كان المازوت حنا عندنا غالي، البنزين غالي، حنا ما كنتجوش. نتفهم نتفهم اذا كان عندنا منتوجات اخرى كنستوردوها غاليه نتفهم. ولكن المغرب اللي القطاع ديالنا الاساسي، وهادشي اللي قرينا في التاريخ اقتصاديا، القطاع الاول اللي تنشتغلوا به وكنعيشوا به في بلادنا هو الفلاحه. فكيف يعقل ان مطيشه في بلادنا غاليه؟ علاش؟ غادي تقول لي مطيشه غادي تجيك من اكادير، هذاك اللي شحال هذه مطيشه كانت تزاد 10 ريال ولا درهم، تنقولوا ما مطيشه، تيقول لك الشتاء ما كاينش اللي غادي يدخل يجنيها، الشتاء طاحت بزاف، ما كاينش اللي غادي يدخل يجنيها، ما لقيناش الخدامه. دابا زادت 10 دراهم مطيشه، 10 دراهم من 2 دراهم طلعت 12 درهم اليوم 13 دكتور، يعني 10 دراهم اللي تزادت ماشي درهم. اللي تزاد. نعم. كي غادي نديرو نفسروا هذا الشيء هذا؟ ملي كتقول هذه من اكادير، حيت من اكادير هذاك اللي غادي يشريها من عند الفلاح غيشريها بالجمله، عنده واحد الكتار ولا 2 ديال المطيشه كيشريهم في الصنادق، كيهزهم في الكاميون، كيزيد بهم غير شويه وكيبيعهم لواحد اخر، كيزيد عليه شويه الفلوس، كيربح شويه الفلوس وكيبيعهم لواحد اخر، وهذاك الواحد اخر كيقبض بها الطريق حتى للدار البيضاء باش عاد تفرق على الاسواق الجانبيه للدار البيضاء والدار البيضاء. كيقول لك انا خلصت المازوت، زاد عليا المازوت، راه الدوبل، راه مطيشه ما يمكنليش نبيعها بنفس الثمن، راه جبتها لك من اكادير حتى للدار البيضاء.
متفق معك سيدي، تزاد المازوت. ولكن ملي كنمشي الحكومه تلقاها، الحكومه تقول لك دارت شحال من عمليه، وبرسم دفعه الدعم الرابعه تلقى مهني النقل 740 مليون و520,800 درهم، والحصه الخامسه 495 مليون، والسادسه 453 مليون، والسابعه 644 مليون، والحصه الثامنه 436 مليون ديال الدرهم. فالاجمالي دابا حنا في التاسعه، الاجمالي ديال هذا الدعم اللي عطاته الحكومه، اللي خصاتو الحكومه لاصحاب النقل المهني باش ما يغليوش علينا، مول الطاكسي ما يغليش عليك، يركبك بنفس المبلغ اللي كان تيركبك شحال هادي، ومطيشه توصلك بنفس الثمن اللي كانت توصلك قبل ما يغلى هاد البنزين، واللي غادي يسافر من مدينه لمدينه ما غاديش يتزاد عليه الثمن الى اخره، لان النقل هو كل شيء. اذا شحال وصلنا 4 المليار و236 مليون ديال الدرهم و799 الف درهم و700 درهم اللي عطات الحكومه المهنيين النقل. علاش؟ باش تبقى الامور هي هذيك، ولكن الامور ماشي هي هذيك. إذا خرجنا تقريبا 5 المليار، ما كاملاش 5 المليار، خرجنا 5 المليار باش بقى مطيشه ب3 ديال الدراهم، باش بقى طاطا ب3 ديال الدراهم، باش بقى البصله ب3 ديال الدراهم، ويخرج هذاك السيد البناي اللي كيجلس في النواله وكيدير الكاميله ديالو، الطاوه ديالو صغيره، وكيتعشى هو والزملاء ديالو اللي تغداو الزمل ديالو، يمكن له يتعشى ب10 ديال الدراهم، كيلو المطيشه وكيلو البصله وكيلو ديال البطاطا، وكيدير داك الكويميله ديالو ويطيبها، ولا بغى يلددها يزيد فيها واحد 10 دراهم ولا 20 درهم ديال اللحم. دابا اللحم اللي كان 65 درهم او 70 درهم رجع كيدير فوق 100 درهم. اذا كي غادي يدير كل هذا السيد هذا؟ دابا واش الناس غادي يرجعوا كيتفرجوا كيشوفوا في الخضره؟ عباد الله، راه شحال هذه كانوا كيدوزوا عند الجزار وكيبقاو يتشهاو، وكتكون انت واقف وكتشوف شي واحد مسكين دايز كيتشهى ولا شي وحده، تقول الله يكثر خيرك داك الشيء اللي غادي ندير انا، كتقول دير لهذا السيد هذا. واش دابا نبقاو نديروه في مطيشه؟ واش دابا الواحد يبقى يتفرج في مطيشه؟ حنا في بلاد ديال الخير، بلادنا ديال الخير، بلاد الخير. مطيشه عندنا كتزرع وحنا كنصدروها. المخطط الاخضر بدا في 2008 خرجنا فيه اكثر من 100 مليار. علاش؟ باش ننميو الفلاحه ديالنا، باش ننهضوا بالفلاحه ديالنا، باش نعصرنوا الفلاحه ديالنا، وباش نحققوا الاكتفاء الذاتي، وباش نلقاو الماء. ما عمر يكون عندنا الجفاف بتحليه المياه. فين هاد الارقام اللي تخسروا؟ فين هي النتيجه اليوم اللي ما نلقاش انا مطيشه ب2 ديال الدراهم و3 دراهم؟ الا كان هذا المخطط الاخضر دار باش ما نوصلش دار وما وصلتش للامن الغذائي ديالي، تلقى لي مطيشه وبطاطا ديالي والبصله والدنجال والفلفله باش كيعيش المواطن المغربي، يبقاو له فوق الطبله ديالو ويشريهم ب10 دراهم كلهم، كيلو 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 ب10 دراهم كلهم، ماشي الواحد 10 دراهم. هذا هو باش نقول انا المخطط الاخضر كان عنده فعاليه. اذا اليوم هذه المبالغ اللي كنخسروا اليوم ديال المهني النقل اللي كتخرج الحكومه وكتقول لك انا درت مجهود جبار باش نحافظ لكم على القدره الشرائيه، ما حافظتوش على القدره الشرائيه، ما حافظتوش على القدره الشرائيه. اذا شنو هو البديل اللي عندكم؟ شنو غادي تقولوا لنا؟ كي غادي نديروا نعيشوا؟ ملي كنقول كي غادي نديروا نعيشوا، راه 70 و80% ديال المغاربه اللي كان تيمشي ب100 درهم وب70 درهم و50 درهم وبالقفه ديالو خاويه وكيجي بها عامره. غير هذه واحد العامين ولا 3 سنين هادشي كان تيوقع. دابا حنا غاديين وحنا كنطلعوا. اذا واللي كيزيد يكمل علينا هو ان حنا جالسين كنتحرقوا في هذا الشيء هذا، والحكومه ولا يخرج شي واحد يبرد علينا، ولا يخرج شي واحد يشرح لنا، ولا يتجرأ شي واحد يقول لنا شنو الصعوبات اللي لقينا. راه حنا ما قدرناش، راه الغالب الله، راه تقهرنا، حتى حنا حكومه تقهرنا. دابا المواطنين ما ينعسوش؟ لا، خص المواطنين ينعسوا، خص الحكومه اللي ما تنعش. علاش؟ لان خصها تبات في الليل كتخمم اشنو غتقترح لنا غدا باش حلنا هذا المشكل وتوفر لنا البطاطا والمطيشه والدنجال والفلفله والبصله. وشي حاجه كثير، هادشي اللي طلبنا حنا، ان ترجع هادشي للاثمنه العاديه. اذن فين هو الذكاء ديالكم الحكومه؟ فين هو الابداع ديالكم الحكومه؟
فين هي الاستراتيجيه ديالكم الحكومه؟ فين هي بعد النظر ديالكم الحكومه؟ فين هو المخطط الاخضر الا ما وصلناش لهذه النتائج؟ انه واخا تكون الازمه عالميه، على الاقل الخضره ديالنا بلادنا كتنتج الخضره، حنا ما يخصنا خير. وما عمري تغلى هادشي هذا. انا ملي كيغلى السوق، ملي الدول اللي عندها البترول ملي كيغلى البترول في العالم، واش هما كيتحرموا؟ هما كيتزاد لهم 10 دراهم في البترول؟ لا، ما كتزاد لهمش 10 دراهم في البترول. الدول اللي كانوا تيبيعوا بدرهم المازوت اليوم كيبيعوا بدرهم ونص المازوت اللي عندهم البترول. يعني كيبقى دائما في المتناول، دائما رخيص. هكا خص المفروض يكون عندنا. اذن خاص لازم تعاد النظر في طريقه التدبير، ويكون عندنا بعد النظر، ونفكروا على 50 عام، ونفكروا عباد الله 50 عام. راه ما خصش الهاجس ديالنا يكون هو الحمله الانتخابيه المقبله والولايه المقبله. راه ما خصناش نفكروا بولايه. راه ماشي 4 سنين و6 سنين هي اللي كتحدد الطريقه والسياسه والاستراتيجيه اللي غيمكننا نشتغلوا عليها في بلادنا ديال 35 و40 مليون. راه خصنا نشعلوا لها 20 و30 و40 و50 عام. وخص تكون واحد المسائل اللي هي مقدسه. ملي كنستثمروا في واحد الاستراتيجيه، ما تجيش حكومه من بعد وتحيد لك داكشي كله ودير استراتيجيه ديالها جديده تقول لك انا اللي كنتحمل المسؤوليه. لا، خاص مسائل اللي تكون هي ثابته، خاص تكون ثابته. واخا تجي حكومه جديده تكمل على داكشي، بغات تبدع وتجتهد ودير استراتيجيه اخرى تكمل، نغيروا مع الاستمراريه. واللي جا غادي يدير البرنامج ديالو، وحنا نبقاو غاديين كل نهار عندنا امل غادي تغير الامور، غادي تحسن الامور. اذن هادشي هذا ما فهمتش. هاد التدبير من جواز تلقيح، الزياده في البنزين صاروخيه في البنزين، مباراة ديال الشباب اللي دوزوا ديال المحاماة، هادو كلهم مشاكل كتبقى نخليوها هكاك حتى كتنسى، حتى كتموت، كتبقى غادا حتى كتبرد. كم حاجة قضيناها بتركها. هذه هي سياسات هذه الحكومة، ما يمكنش نكملوا هكا. انا كنطلب حاجة وحدة، على الأقل تواصلوا معنا، شرحوا لنا، واجهونا، هضروا معنا، حاشوا لنا، تكلموا معنا، عطيونا قيمة كمواطنين. خرجوا البرامج، راه كنقول عباد الله خص لازم تخرجوا تواصلوا، قولوا لنا شنو كاين. انا معاكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن قولوها لنا. ولا حنا ما نستحقوش، حنا ما نستاهلوش، ما نستاهلوش انكم تواصلوا معنا وتشرحوا لنا وتقولوا لنا وتقولوا راكم كتسهروا كتضربوا تماره باش تلقاو لنا حلول. حتى حنا راه كنسمعوا، حتى حنا كنفهموا، ونحاولوا على الاقل نفهموا. ولكن هادشي هذا اللي غادي بهذه الطريقه وبهذا التدبير ما وصلناش للنتيجه. ملي خاصه ان المواطن اليوم يلقى صعوبه باش يشري كيلو السردين، يلقى صعوبه باش يشري كيلو ديال مطيشه. لا، ماشي في بلادنا اللي هي بلاد الخير. نعم، بلادنا باعتراف عالمي بلاد الخير، خصنا نبقاو بلاد الخير، وخص يكون عندنا صدق وتكون عندنا الجرأة والشجاعة باش نخرجوا ونتواصلوا مع المواطن المغربي ونشرحوا له ان هذا هو التمني ديالي. واش كاين شي واش غنطلبوا منكم شي حاجه ما تقدروش ديروها؟ ولا كان شي اخطاء اعترفوا بالاخطاء. راه من اعترف بخطئه فلا خطأ عليه. اذا اعترفتي راه حنا كنسمحوا، ولكن غير يهضروا معنا، غير يشرحوا لنا. وتنظن هذه فرصه باش تكون عندكم ايضا تاخذوا المبادره باش تعيدوا النظر في بعض الاستراتيجيات ديالكم، خاصه اللي كتعلق بالامن الغذائي. اليوم الامن المائي والامن الغذائي والكهربائي، هادو راه ثلاثه ما يمكنناش نعيشوا بلا بهم. الماء والضوء وبطاطا ومطيشه والبصله والفلفله والدنجال، راه على الاقل هادو غير باش نستمروا. راه ما يمكنش تبقى الحياه بلا ما نفكروا البعيد. راه ما يمكنناش نبقاو نشتغلوا على 6 سنين، وانا ما تيهمنيش من بعد 6 سنين ولا بغيت ناخذ ولايه ثانيه برك عليا 12 عام. لا، راه خصني نمشي بعيد، راه خصني نخمم ونفرش. قال لك فرش لولادك فين ينعسوا ولاد الناس. راه خص عيب الله يكون تصالح. واش ما يمكنش نمشي لموقع واحد وما نلقاش فيه كلام يعني
مشين في حق افراد الحكومه والمسؤولين والوزراء. حرام نوصلوا لهذه المواصله هذه اللي وصلنا لها في هذه البلاد ديالنا. حرام نوصلوا ان ما يبقاش الاحترام ما بين المواطن وما بين المسؤول. راه خص تكون نرجعوا للثقه ونرجعوا للاحترام ونرجعوا للتقدير ونعطيو للمسؤول حقه. وباش نعطيو هذا الشيء للمسؤول حقه راه خص المسؤول حتى هو يكون في المستوى ويخرج يواجه المواطن ويشرح له ويقول له الازمه اللي كنعيش وها شنو تندير. وبارك عليهم ذاك الارقام، هذوك الارقام التي لا تعكس اي شيء في الواقع في الممارسه. اعطيونا شي حاجه بالملموس، اعطيونا شي حاجه اللي كيعيشها المواطن وكيحس بها ملي كيخرج في الصباح. نعم، إذا المعلومات اليوم كانت حول ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية رغم استمرار دعم الحكومة لمهني النقل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.